ورحمة الله وبركاته. معاكم برنامج يلا كورة مع محمود سلامة. طب اللي مشترك في القناة يشترك في القناة معانا. طبعا النهارده معانا أخبار كتير 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 كتير. النهارده معانا أخبار حلوة أوي أوي أوي. طبعا بخش طبعا النادي الأهلي، بس طبعا أنا بطلب من صحابي وأخواتي وحبايبي إن هم يشتركوا في القناة. الناس كل الناس بتتفرج وما بتشتركش، عايز كل الناس تشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وأخواتي وحبايبي. صلوا على النبي، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول خبر طبعا من جوه دار النادي الاهلي، الاهلي يقرر تفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتش الروسي، او ياخدوا اعاره سنه. يعني الاهلي لو يشتريه او ياخدوا اعاره سنه الموسم المقبل، عشان طبعا انت عارفين يحيى عطية الله كولر معجب بيه جدا دفاعيا وهجوميا، وطبعا ضربات الثابته بتاعته اللهم صل على النبي على عرض على طول في الجون، لعيب بصراحه طبعا جدا